جايلكم النهاردة بوصفة حلوة جدا من وصفات الفطار السريعة والمخبوزات الجميلة اللي كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض النهاردة الميني باتيه. عايزة اقولك بنص كيلو دقيق هتعملي كمية بسم الله ما شاء الله بجد جميلة جدا جدا، وقد ايه طرية وهشة وفي منتهى الجمال. هتنفعك في اللانش بوكس وكمان لولادك في الفطار. عايزة اقولك حاجة كده بجد خطيرة. شايفين الجمال والحلاوة قد ايه هشة ومورقة وطرية وكمان خفيفة جدا جدا ومش مكتومة. هنعمله مع بعض بطريقة توريق بسيطة جدا وسهلة جدا، مش هياخد منك وقت خالص ولا مجهود. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف هنبتدي مع بعض وصفتنا ازاي. اول حاجة عندي كوباية من الحليب الدافي، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل، 3 معالق كبار من الزيت الذرة. زي ما انتوا شايفين اهو، مفيش اسهل ولا اجمل من كده. هنبتدي بقى نخلط المكونات دي كلها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، لحد ما كل المكونات تدوب بالشكل ده كده اهوت. زي ما انتوا شايفين السكر يدوب والخميره مع بعض. شايفين؟ عايزه اقول لكم ان الخطوه ديت مهمه جدا جدا. انا هنا ما اختبرتش الخميره بتاعتي لان بستخدمها على طول، فالمفروض لو انت مثلا شاكه في نوع الخميره بتاعتك تختبريها الاول وتسيبيها تستريح 5 دقايق لحد ما تعمل فقاعات مع بعض، وبعد كده تشتغلي فيها. فانا علشان ضامنه نوع الخميره بتاعي اشتغلت فيها على طول. بعد ما ضربت المكونات بالشكل ده كده هنزل بنص كيلو من الدقيق ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. المعلقه الصغيره من البيكنج باودر دي بتفرق بجد في طراوه وهيشان الباتيه بتاعي وبتخليه جميل جدا جدا. هبتدي بقى الم العجينه بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا لو انت حاسه ان العجينه ناشفه في ايديكي وان كوبايه الحليب اتشربت في الدقيق والعجينه محتاجه سوائل، تقدري تضيفي لها حبه من الميه الدافيه او شويه من الحليب الدافي. زي ما انتوا شايفين انا هنا كنت لميتها وبصراحه حسيت ان هي ناشفه في ايديا، فضفت لها شويه من الحليب الدافي لحد ما اتجمعت بالشكل ده كده، وحسيت ان هي طريه وفي نفس الوقت مش بتلزق في ايديا زي ما انتوا شايفين اهو. هبتدي بقى اغطيها كده بستريتش رول واسيبها بقى تخمر حوالي ساعه بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين. وبسم الله ما شاء الله كانت بجد تحفه. بعد الساعه بقى بسم الله ما شاء الله تضاعف حجمها وبقت بالشكل القمر ده كده اهو شايفين. هبتدي بقى اخدها من البوله بتاعتي كده واجيب بقى المفرش بتاع السيليكون، احط عليه رشه من الدقيق او على الرخامه لو مش متوفر عندك مفرش عادي. هبتدي بقى افردها كده بالشكل القمر ده كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ان انا ما حطيتهاش كلها، اخدت نص العجينه اللي عندي بالظبط وفردتها عشان طبعا الرخامه وعلشان الكاميرا والتصوير. بعد ما اخدت نص العجينه وكورتها وفردتها بالشكل ده كده اهوت، هبتدي بقى كده اخدها على نصين. انا عملتها شكل مستطيل بالشكل ده كده اهو واخدتها على نصين. عندك بقى جبنه اسطنبولي، عندك بقى بلح اسمر، بلح كبيسه، لو انت عايزه تحطي فيها شوكولاته مش شرط، اي حاجه عندك احشيها بقى مفيش اي مشكله. انا كان عندي جبنه قديمه وحطيتها في اول الطرف كده بالشكل ده كده وقفلت عليها اول حاجه. وبعد ما قفلت عليها ابتديت بقى ادهن العجين بتاعي بزبده او سمنه المتوفر عندك، وديت بقى اللي هيخلي الباتيه بتاعي مورق. يعني انا حطيت الجبنه في الطرف الاولاني وقفلت عليها كويس جدا جدا. وبعد ما قفلت عليها من بعد بقى التانية دي بالظبط هبتدي بقى ادهن العجينه بتاعتي كلها بزبده او سمنه. انا بصراحه دهنتها بزبده عشان يبقى طعمها كويس يعني. بعد كده بقى هبتدي الف العجينه بتاعتي بالشكل ده كده اهو رول زي ما انتوا شايفين. بعد ما اتاكدت ان انا دهنتها كويس جدا جدا اهو شايفين بسم الله ما شاء الله. هقفلها بقى رول كويس جدا جدا واتاكد ان القفله اللي تحت طبعا مقفوله كويس بالشكل ده كده علشان طبعا لما تستوي ما تفتحش مني في الفرن. اضغطوا عليها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين وتاكدي بقى ان هي اتقفلت معاك كويس جدا. شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. بعد كده بقى اقلبها وابتدي بقى اسوي العجينه بتاعتي كده، وابتدي بقى اجيب قطاعه او ااي حاجه عندك قطعي بقى الباتيه بتاعك. عايزه اقولك يعني الحجم اللي انت عايزاه، بس طبعا ده ميني باتيه انا قطعته صغير جدا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا يعتبر اخدتها على نصين، والنص الاولاني عامل لي بسم الله ما شاء الله حوالي 10. جبت بقى صاج كده مدهون بشويه من الزيت بالشكل ده كده اهوت، وابتديت بقى ارص فيه الميني باتيه بتاعي بالشكل القمر ده كده اهو شايفين بسم الله ما شاء الله. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. بعد كده بقى جبت بقيت كميه العجينه اللي لسه عندي وفردتها بالشكل ده كده برضو، وبرضو هفردها على نصين اهو زي ما انتوا شايفين. بعد ما فردتها بالشكل ده كده اهو شايفين شكل مستطيل على قد ما تقدري افرديها. شايفين جميله جدا على قد ما تقدري. حاولي تخلي شكلها مستطيل، هي جايه معايا على دايره شويه بس انا بحاول اظبطها يعني على قد ما اقدر. بعد كده بقى اخدها على نصين زي ما انتوا شايفين. بعد ما فردتها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين هحط بقى على اول طرف العجينه من فوق كده الجبنه القديمه اللي احنا اتفقنا يعني عايزه تحشيها اي حاجه مفيش اي مشكله خالص. هحطها على الطرف الاولاني كده بتاع العجينه، ومن بعد الطرف الاولاني ده كده زي ما انتوا شايفين قفلت عليها كويس جدا جدا من الجناب ومن فوق كويس جدا.
بعد كده جبت معلقه من الزبده وسيحتها على البوتاجاز بالشكل ده كده، وابتدي بقى ادهن بيها باقي طرف العجين التاني من بعد ما قفلت بالظبط زي ما انتوا شايفين كده على الجبنه. عايزه اقول لكم ان كل اللي احنا بنعمله دي كلها توريقات كده، زي ما انت شايفه اللفات دي كلها توريقات اهيت. انت كده بتوريه العجين بدون تعب ولا مجهود بالشكل القمر ده كده، هيطلع معاكي احلى واجمل ميني باتيه ومورق من غير تعب ولا مجهود. بعد ما قفلتها كويس جدا زي ما اتفقنا بالشكل ده كده اهوت، ابتدي بقى اقطع الميني باتيه بتاعي بالشكل القمر ده كده. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، عمل لي بجد كميه كبيره جدا. هنا بقى ده كان الرول الرابع اللي احنا بنعمله مع بعض وبنشكله بنفس الشكل ده كده. يعني احنا اخدنا اول مره العجينه على نصين وكل نص على ربعين، عامل لي كميه كبيره جدا جدا. وزي ما انتم شايفين هدينا بنفس الطريقه بالظبط كده وهكملها للاخر. وزي ما اتفقنا انا هنا كنت بلفها رول علشان تديني التوريقات القمر اللي احنا عايزينها بالشكل ده كده. وبعد كده بقى قطعت الميني باتيه بتاعي زي ما انتوا شايفين. لو اخدتي بالك هنا الميني باتيه بتاعي يعني واحده كبيره واحده صغيره، فانت ما تغلطيش غلطتي. انا على ما خلصت بقت كميه العجين اللي عندي، كان الاولاني اللي انا عملته ورصيته في الصاج كان اختمر بالشكل ده كده وزي ما انتوا شايفين. فانت خلي ايدك سريعه على قد ما تقدري علشان الخمر يبقى واحد. شايفين بسم الله ما شاء الله. بس عايزه اقول لكم بجد كان تحفه وفي منتهى الجمال. شايفين بعد ما سيبته يستريح حوالي نص ساعة كمان بعد التشكيل، هجيب بقى معلقة من الحليب وابتدي بقى ادهنها كده وش الباتيه بتاعي بالفرشة بالشكل القمر ده. انا هنا استكفيت بمعلقة الحليب ان انا ادهن بيها الوش الباتيه بتاعي. اللي انت عايزاه عادي مفيش اي مشكلة، تقدري تدهنيها بيض ونسكافيه لو انت عايزة زي ما انتوا شايفين اهوت. وطلع بسم الله ما شاء الله بجد تحفة وفي منتهى الجمال. ده انت الباتيه بتاعي كله. بعد كده بقى عندك سمسم حطي، عايزه تسيبيه ساده سيبيه، عايزه احط على وشه حبه البركه مفيش اي مشكله. بس انا بصراحه كان عندي سمسم يعني وحبيت اعمله زي اللي بيجي من الافران بالظبط. رشيت على وشه كده بقى حبه من السمسم صغيرين بالشكل القمر ده كده اهو، عشان يديني شكل الميني باتيه بالظبط اللي بيجي من الافران. شايفين بسم الله ما شاء الله مفيش اسهل ولا اجمل من كده. بعد كده بقى ادخله الفرن على درجة حرارة 220. هنشغل من تحت الاول، اول ما يحمر معايا ويستوي واحس ان هو خلاص استوى هطفي من تحت واشغله الشواية ياخد اللون الدهبي الجميل اللي انت شايفاه ده. قد ايه جميل جدا جدا. وزي ما احنا متعودين مع بعض في المخبوزات اول ما تطلع غطي عليها فوطة علشان البخار اللي طالع منها هيطريها ويخليها طرية معاكي وهشة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين اهو الباتيه بتاعي طري قوي. هوريكم قد ايه مورق وفي منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. شايفين تحفه جدا جدا. تقدري تحطي لولادك بقى في اللانش بوكس يفطروا بيه في المدرسه. عايزه اقول لكم بجد حاجه في منتهى الجمال. قد ايه هشه وطريه وبجد خطيره. وعمل لي كميه كبيره جدا جدا. عايزه اقول لك لو انت بتشتريه من الافران الكيلو هيبقى ب60 جنيه. انا هنا عملت ب3 كوبايات ونص من الدقيق. اعمل لي بسم الله ما شاء الله كميه كبيره جدا. شايفين قد ايه هش جدا جدا وطري ومن جوه مورق. شايفين ولا في اي مشكله خالص ولا في اي صعوبه، سهل جدا وبسيط قوي مش هياخد مني 5 دقايق. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.